كيفاش نحولوا هذه الهبة الشعبية اللي راح تكون في كل المناطق كما شفنا تاع منطقة زيغود يوسف في قسنطينة، كيفاش نحولوها إلى اعتصام، إلى إسقاط نظام نورمالمون. كاين شي ناس اللي راهم جدد بالك على الحراك وتبان لهم شوية صعيبة، وكاين اللي تبان لهم حتى مستحيلة، لأنه يقولوا لهم باللي النظام هذا قوي ما يقدر عليه غير ربي. أكبر كذبة هذه، لأنه عبر التاريخ ويعرفوها كل الناس اللي عندهم دراية، أنه إرادة الشعوب أقوى من كل شيء ما عدا الله عز وجل. هو أقوى، هو مصدر القوة المطلقة. يعني إرادة الشعوب من إرادة الله في الحقيقة، خاصة في موضوع الحرية، لأنه ربي خلقنا كلنا أحرار. ما كانش هذا اللي يتسلط. ربي يكره الظالم، يكره التسلط، يكره الإفساد في الأرض. يعني درك بلاد كيما هذه كلنا متفقين أنها جنة فوق الأرض، لكن نشوفوها أنها مهملة. البيئة تاعها تحارب بالجهل وبالتخلف وبالنهب وبالسرقة. الشعب تاعها، الشباب تاعها، زهرة الشباب يا صاحبي. عندنا قوة شبابية، قوة عظمى راهي تعاني من نقص الشباب. قوة عظمى راهي تجيب في الشباب من كل العالم. كندا، أمريكا، لاشين ولات في تناقص، راه عندهم حالة طوارئ، راه عدد السكان تاعهم في تناقص. احنا عندنا الثروة رقم 1 اللي هي الشباب. الشباب هذا راكم تشوفوا فيه يرموا فيه للبحر. اللي ما راحش في البحر بالبوطي راه يروح بالفيزا، يدير نابورت كوا باش يروح بالفيزا. إذا صحت له الفيزا يروح، إذا صح له البحر يروح. هذه أكبر كارثة، نزيف. كيشغل عندنا ثروة، كان اللي ما يفهمش إنه الشباب ثروة، كان يفهمها ماديا. يقول لك الذهب خير من الشباب. يبقى تخيل باللي عندك ذهب وراهم يسرقوا لك فيه، وهذه كاينه ثانيه. عندنا الذهب وراهم يسرقوا فيه. خلي الحديث يطول كنا نبداو نجبدوا الشيء اللي راه يتسرق. على راسه السكوار هذا اللي راني انا في هذه اللحظات راني نهضر كما تسمعوا فيا، والسكوار راه يبومبي من جيوبكم، من جيوبنا كلنا. انت قاعد وبصح دراهمك راهم ينقصوا. شكون سكوار؟ باش نشرحوها لكم شوفوا خونا عماد راه شارح هذه الامور، وخاوتنا بزاف شارحين هذا الشيء. فكما قلنا كيف نفعل ذلك؟ من أحسن الطرق أنك تكون من الساق. وش معناتها من الساق؟ معناتها تكون الجهود والخروج وطريقة الخروج متفق عليها ما بين الأحرار، ما بين الناس الثوار، ما بين الناس اللي اقتنعوا بفكرة التنسيق للخروج أو للزحف للعاصمة. طريقة التنسيق رانا احنا طرحنا نوع من التنسيق. شفنا الأحداث كيفاش راها تمشي، شفنا المعطيات بحكم الخبرة تاع 4 سنين في الحراك هذا. خرجنا بواحد القناعة طرحناها ورانا شارحينها. التنسيق هو مجموعات تتنسق فيما بينها، تعرف بعضها البعض. المجموعة الوحدة تعرف بعضها البعض، والمجموعة الأخرى ما تعرفش بعضها البعض، باش ما يصراش الاختراق ويصرى فيها الهدم الممنهج. هذو المجموعات يتنسقوا مع منسقين عامين اللي هما ينشروا الأفكار ما بيناتهم، وتكون القضية سرية في البريفي. في تيك توك مثلا، في البريفي تاع تيك توك ما كان لا معلومات لا صور لا عناوين، مجرد أشخاص كيما رانا هكا متلمين في تيك توك. هادو الناس يتنسقوا ما بيناتهم، يتفقوا على الموعد المحدد، المكان، الطريقة. علاش نديروها هكا وما نديروهاش بالطريقة اللي خرجوا بها مثلا خاوتنا في قسنطينة؟ الطريقة اللي داروها خاوتنا في قسنطينة مليحة كون كان العدد أكبر بكثير. تما خلاص راك غلبت النظام هذا، غلبت قوى القمع، ما يقدروش عليك. لكن العدد كي يكون قليل النظام راح يترصدك ويستناك حتى تكمل ويطير عليك، يروح يعتقلك. واذا اعتقلك انت اللي قلبك سخون، واش راح يبقى في الميدان؟ راح يبقوا الباردين، راح يبقوا جماعه جمون فوتيست، راح يبقوا جماعه اللي مستفيدين. هذوك ماش راح يديروا ثوره، ماش راح يغيروا الاحداث، لانه راهم عايشين وحاكمت لهم وتساعدهم. فهذه هي، احنا درنا التنسيق باش نكونوا اشباح، لكن في اللحظه المناسبه نظهروا. وين نظهروا في العاصمه مباشرة بالعدد الكبير، ضربة واحدة. سيستم يسامع بينا باللي رانا نتنسقوا، وسامع باللي كاين زحف راه جاي، لكن ما يعرفش وين وكيفاش وشكون. يعني يشوف الشعب داخل خارج، في الخروبة، في لاغار تاع الأغار، يشوف لي بيس داخلين خارجين، وراهم هادو ما يعرفش. في لحظة معينة طب كأرانا هنا بآلاف مؤلفة إذا مشي ملايين، تم نحطوه في الأمر الواقع. النظام تم يخاف، تم يرجف، وربي إن شاء الله يقذف في قلوبهم الرعب. تم النظام كي يرجف لكل مقام مقال. فهذه هي خاوتنا التنسيق الداخلي، هذا هو الهدف منه. نحمو خاوتنا من الاعتقال في نفس الوقت. باش تخرج عرف باللي عندك آلاف خاوتك راهم خارجين في نفس اللحظة بنفس الطريقة. هذا هو الهدف تاعه، كسر جدار الخوف في ضربة واحدة، نكونوا في الميدان.